رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد بسم الله إذا الرحمن الرحيم. اغتنم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الأخوة، كما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى ذكر من صفات عباده المؤمنين الذين ينفقون أموالهم، وقال: ومما رزقناهم ينفقون. وذكر سبحانه وتعالى من أعلى درجات الإيمان البر: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ووعد سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. ووعد سبحانه وتعالى بمضاعفة الأجور كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وعد سبحانه وتعالى نبيه الكريم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وبالأخص ونحن في شهر رمضان، وكما تعلمون شهر رمضان شهر الكرم، شهر العطاء، شهر الجود. وكما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وكما ورد في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وربما يسأل بعض الناس: ما أفضل أنواع الصدقة؟ أفضل أنواع الصدقة كما ورد في الحديث الصدقة الجارية: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ذكر منهم صدقة جارية، أن توقف نخلة أو مزرعة أو أرض أو محلا تجاري أو عمارة لمصلحة مسجد أو مدرسة قرآن أو لمصلحة فقراء، أو تشتري جهازا طبيا لإحدى المستشفيات أو المراكز الصحية. ولتنتبه، الله سبحانه وتعالى يقول: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. إظهار الصدقة للناس ليس لأجل الرياء، ليس لأجل السمعة، وإنما لحثهم على فعل الخير. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يقول سبحانه: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، فقدم صدقة الليل على صدقة النهار سرا وعلانية، فقدم صدقة السر على صدقة العلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: في كل يوم ينزل ملكان ينادي أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، وينادي الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتصدقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.